يعتبر العيد مناسبة عظيمة عند المسلمين، خاصة بعد شهر رمضان، حيث يحتفلون بهذا اليوم الذي يعد فرحة للجميع كبارا وصغارا. وتشهد القريات بوابة الوطن هذه المظاهر بالاستعداد بشراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات احتفاء بهذه المناسبة. كاميرا رصدت لنا بعض هذه المظاهر. يحرص الأهالي بصبيحة يوم العيد على أداء صلاة العيد في المصليات والجوامع، وبعد إتمام الصلاة يقوم الأهالي بتبادل الزيارات فيما بينهم وتبادل تهاني العيد. كما لا ننسى أن نحرص في هذه المناسبة أن نتعرف من خلال لقاءاتنا على مظاهر العيد في السابق ونقارنها في الحاضر. حياكم الله يا مرحبا. طبعا العيد هو العيد، ولكن الوضع أول كانت الناس بادية وبيوت شعر ويفرحون بالعيد، ولكن طبعا على الطبيعة، ولا كان عندهم مثلا القدرات مثل وقتنا هذا، أن الدولة عزها الله وطنت الشعب كله وسكن وتطورت الأمور، صارت الآن تهيأ للمواطنين أكثر من أول. والله هو العيد له فرحة، سواء على دور البادية الرحل وعلى دور بيوت الشعر وعلى دور العمارة الآن والعمران الجديدة. فالدولة ما قصرت ووطنت المواطنين وفقها الله بقيادة خادم الحرمين وفقهم الله إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. والله بالنسبة للعيد الأول فهو قبل العيد بيوم ويومين ينزلون للديرة ويتقضون بعض الأغراض، تعرف عليهم البدو عليهم بعض النواقص. أما الحاضرة ما ينقصهم شيء بوقتهم آنذاك، لكن البدو ينقصهم حاجات واجد مثل ملابس وبعض الأكل وكذا. ينزلون للديرة قبل العيد بيوم ويومين ويجمعون أكلهم ويطلعون لهم، يعيدون أول النهار وتل النهار كل واحد يركض ورا حلاله. أي نعم، أي والله. حنا تغيرنا، والعيد الحمد لله عيد الله هذا منزل من رب العالمين، لكن الأمور تغيرت، بعض الطبايع تغيرت، كل شيء تقدم وكل شيء يعني طلع يعني غير اللي حنا كنا أول نعاصره. كل شيء جديد الحمد لله الحين، وما يختلف عن عيادنا قبل عيادة البادية خيل يتسابقون وعلى الجيش وعلى هذه عيادنا. طبعا ما في شك بالنسبة للفروقات بين ما كان يتم بالعيد في السابق. المعطيات والظروف تختلف، يعني ممكن حنا نقول يمكن بسننا عندما كنا أطفال كنا نفرح بالعيد أكثر،
لكن المعطيات تقريبا الأدوات المستخدمة في الاحتفال بالعيد هي نفسها مع التغييرات. يمكن الآن احنا نذكر كان يعطونا بعض الأهل عيدية ونمر على البيوت وناخذ حلا ونعايد، نفس الطريقة بالنسبة للأطفال. لكن اليوم أصبح العيد يختلف بالنسبة للمظاهر. يعني المفروض يعني كان أول المظاهر بسيطة بالنسبة للعيد، سواء المظاهر في الملابس أو في غيرها كانت يعني ببساطة، لكن الفرحة كانت تعم الجميع، وكانت الناس تقترب من بعضها أكثر في ذلك الوقت. أي بينما الآن المجتمع كبر وتعقد، ولذلك يعني العيد هو عيد الأطفال بالنسبة لباقي أفراد المجتمع، هو للتلاقي وللتواصل لكن مظاهر الأطفال بدت يعني اليوم أطفالنا يدخلون على الإنترنت ومعهم الأجهزة الذكية، وهم يعني جيل تعتبره ذكي جدا لأنه يتعامل مع التقنية بذكاء. فمظاهر العيد بالنسبة للمظاهر كإطار عام هي نفس المظاهر، ولكن بعض الأدوات اختلفت، لكن الفرحة والجمعة والجلسة وفطورات العيد والتزاور والتشاور حتى في بعض الأحيان هي لا زالت نفس النمط مثل السابق. وكما للعيد فرحة في قلوب الكبار، أيضا عند الصغار فرحة بقدوم العيد، وإحساسهم بهذه الفرحة لا تعادلها أي فرحة، فتبدو عليهم مظاهر السعادة الغامرة عند حلوله، ويبقى العيد بالنسبة لهم قطار فرح ملون يغمرهم بنشوة السعادة والهنا. فمن أجمل مظاهر العيد عند الأطفال وأهمها أخذ العيدية واللعب في الألعاب النارية، ومما يجعله مميزا لديهم هو الملابس الجديدة وجمع حلاوة العيد. وابتهاجا في العيد كانت الفنون الشعبية حاضرة بهذه المناسبة مثل الدحة وغيرها. الله عيد وعلى الجموع يزيد عيد وعسى الله يعيد وعلى الجموع يزيد عيد وعسى الله يعيد وعلى الجموع يزيد ألسف
عشر